كان المران الأساسي المران التدريبة الأساسية بتاعت الماتش الإسماعيلي. النهاردة كان مران خفيف وسافروا وصلوا الساعة 9 إلا ربع كده، واللعيبة طلعت تريح في الفندق وبس. النهاردة طبعا كابتن طارق أعلن القائمة، أعلن 19 لاعب المعروفين، يعني استبعد يمكن أحمد داوودة، استبعد محمد خليفة، استبعد إلياسو لو عايزين نقول الأسباب. يعني طيب داوودة في إصابات وفي غير إصابات. داوودة رأي فني، محمد خليفة رأي فني، إلياسو طبعا عشان لسه مش جاهز، لسه ما لعبش، مش جاهز بدنيا خالص. مش إصابة يعني؟ لا مش إصابة، هو مش جاهز لسه. هو أهمل شوية في علاجه، فلسه في مرحلة التأهيل لغاية دلوقتي. في بوبا لسه برضه مش جاهز، يعني بدنيا لسه مش جاهز. في كمان عمر يحيى ده رأي فني. هو طبعا عشان بيختار 3 مدافعين بس، فهو اختار 3 مدافعين، اسلام صلاح وويلسون ومحمد جبر، وبرضه عمر يحيى غايب. في كمان غايب انت قلت بوبا وطبعا الحارس اختار حارسين بس. تمام. طبعا احمد داوود هو اللي عليه يعني الخلاف شويه من الناس ان ازاي ما ينضموش وكده، بس راي فني. هو داوود طبعا لعيب كبير ومهاري جدا، بس هو يمكن حته يعني هو لسه عايز يطور حته الجماعيه شويه معاه. حارس المرمى الاساسي مسعود طبعا احمد مسعود، والاحتياطي احمد حسين. تمام. طيب احنا برضو عايزين نخش في المهم وفي المفيد، وعايزين يمكن لغايه دلوقتي في تكتم من جانب النادي المصري على طريقه اللعب وعلى التشكيل، وعايزين نعرف التوقعات بكره هتبقى عامله ازاي من وجودك بجانب النادي المصري والفريق وتشاهد التدريبات. تمام. التشكيل هيبقى 4-4-2، دي طريقه لعب المصري السنه الجايه اللي هيلعب بيها طول الموسم. لو يقدر يجيبها لنا على الشاشه هتبقى 4-4-2. اول حاجه هيبقى احمد مسعود على الشاشه. اول حاجه هيبقى احمد مسعود حارس مرمى، 2 مدافعين ويلسون واسلام صلاح، وعلى فكره برضو في محمد جبر ممكن يدخل، هو مدافع جامد جدا وصفقه مميزه. هنلعب باك يمين باسامه العزب، باك شمال بمحمود شاكر، 2 في خط النص عاشور الادهم وعبد الله الشحات، ناحيه اليمين هيلعب علاء شعبان، وناحيه الشمال عبد الحكيم، السكند سترايكر حماده يحيى، وقدام احمد رؤوف مهاجم صريح. في برضو تكايه كده انا لاحظتها من التمرين الاخير، ان هو ممكن يدفع بعمرو موسى، يعني ممكن يدفع على اساس ان الاسماعيلي وان هو بيلعب في الاسماعيلي، ممكن يدفع بعمرو موسى طبعا على ملعبه، الاسماعيلي فرقه كبيره، فممكن يحطه ثالث على حساب محمود عبد الحكيم. وعبد الله الشحات يروح هاف شمال مكان محمود عبد الحكيم، ويبقى في النص عمرو موسى والادهم وعلاء شعبان وعبد الله الشحات ورؤوف وحماده يحيى. ده التغيير الوحيد. وطبعا ممكن محمد جبر يدخل مكان اسلام صلاح. انت تعتقد عبد الحكيم هيبدا الماتش؟ يعني انا اعتقد ان ده التشكيل، ده بنسبه 90% ده التشكيل. لا هيغير عمرو موسى مكان محمود عبد الحكيم. تمام. بالنسبه بقى للصوره دي طريقه شرح لعب المصري السنه الجايه عامه 4-4-2. طبعا اول حاجه عندنا الليفت ميدفيلد والرايت ميدفيلد اللي هو الاثنين الجناحين. الجناح بيبقى ليه دورين. اول حاجه بيغطي الجنبين ظهري الجنب، تاني حاجه ان لازم واحد فيهم اللي هو علاء شعبان ومحمود عبد الحكيم يكون بيجيد الناحيه الدفاعيه. تمام. ده زي علاء شعبان بيتحول ل3 ثلاثي في خط النص، ومحمود عبد الحكيم بيجيد الناحيه الهجوميه يتحول ل3 قدام. فدي ميزه الطريقه ديت. تاني حاجه ان في 2 في خط النص اللي هو عاشور الادهم وعبد الله الشحات، لازم واحد فيهم يكون هولدنج ميدفيلد. يعني ايه؟ يعني بيغطي الاثنين المساكين اللي ورا، اللي هو بيغطي سواء اسلام صلاح او ويلسون. عبد الله الشحات بينزل تحت بيغطي الاثنين المدافعين دول، مهم جدا. التاني بيبقى حاجه اسمها بوكس تو بوكس. يعني ايه؟ يعني اللي هو بيزيد لقدام بيشوط. ده طبعا متميز في كده عاشور الادهم. تمام. ممكن عمرو موسى هو اللي يلعب مكان، يعني يلعب هولدنج ميدفيلد اللي بيغطي المساكين، وده احسن لعيب في المصري في الحته دي. ان هو الجانب الدفاعي بيبقى الجانب اعلى منه. لكن يعني في 2 في خط النص، واحد الجانب الدفاعي بيبقى اعلى اللي هو عمرو موسى، والتاني بيبقى الجانب الهجومي بتاعه اعلى اللي هو مين؟ عاشور الادهم. تمام. في الطريقه دي مهمه جدا اللي انا شفتها كمان في التدريبات، السكند سترايكر اللي هو رقم 23 في الصوره. تمام. اللي هو غالبا هيبقى حماده يحيى. ورقم 9 طبعا دي مش ارقام اللعيبه، مش ارقام. ورقم 9 دي صوره وهميه يعني. رقم 9 ده احمد رؤوف. تمام. حماده يحيى سكند سترايكر لازم يكون ليه دور مهم في التحرك، بيخلق مساحات لاحمد رؤوف، بيصنع الفرص، غير ان هو لازم يكون الاسهم. بالنسبه للاسهم رقم 12 ده اللي هو هيبقى عاشور الادهم. تمام. هيبقى ده ليه مهام دفاعيه لورا. رقم 6 عبد الله الشحات برضو، ده اللي هو المفروض هيزيد لقدام برضو من النص. تمام. الناحيه الشمال هيبقى محمود عبد الحكيم اللي هو رقم 17 في الصوره. ناحيه 13 ده هيبقى علاء شعبان. طبعا بيبقى ليه دور هجومي وله دور دفاعي. ده اهم حاجه عشان تنجح في الخطه، لازم الطرفين دول اساس، يعني خط النص هو اساس نجاح الخطه دي. تمام. في رقم 23 حماده يحيى اللي هو زي ما احنا قلنا سكند سترايكر. ده يعني ده بيكون بدور صناعه اللعب، ولازم يكون عنده مهارات اكتر من الفيرويد.
واحمد رؤوف. ده المهاجم الصريح. تمام. لو بصينا في الصوره اللي بعد كده، احنا كده الملعب متغطي، كده الملعب متغطي. تمام. في ده طبعا اسامه العزب، طبعا اسلام صلاح، طبعا ويلسون، وطبعا محمود شاكر. دي بقى مورينيو بيطبق الطريقه دي ازاي، اللي هي 4-4-2 مع تشيلسي في ماتش تشيلسي وشالكه. دي الطريقه الامثل للطريقه في الطريقه الدفاعيه. بص الوقفه بتاعت الاثنين اللي في النص، ده اللي هو هيبقى عاشور الادهم وعبد الله الشحات. بص الوقفه القطريه ازاي. والناحيه الثانيه على ناحيه اليمين اللي هو هيبقى علاء شعبان، ده انا ومحمود عبد الحكيم. دي الوقفه الصح في الدفاع. تمام. حماده يحيى واحمد رؤوف، دي الوقفه الصح اللي المفروض تتطبق بكره من لعيبه المصري، على اساس ان طريقه كابتن طارق. دي الطريقه اللي بيلعب بيها حتى الماتشات الوديه. تمام. يعني كل الماتشات الوديه كانت هي دي الطريقه، دي الطريقه اللي هتبقى ممكن بكره يعني هي دي الطريقه، يعني 4-4-2 طريقه كابتن طارق اللي هيلعب بيها طول الموسم. تمام. وهو ما شاء الله عامل 3 فرق هيبدل، وهو جايب اللعيبه عشان يبدل. دي بقى في يورجن كلوب مع بروسيا دورتموند ازاي بيطبقها هجوميا. الطريقه دي ميزتها ان انت بتلعب 4-4-2 بس ممكن تتحول ل 4-3-3. ازاي؟ عن طريق محمود عبد الحكيم اللي هو اللي هناك ده هيتحول مع الاثنين المهاجمين اللي قدام. هيبقى تحتهم، يطلع بيه قدام والثلاثه ورا اللي هو علاء شعبان وعبد الله الشحات وعاشور الادهم، وهيبقى اللي قدام محمود عبد الحكيم واحمد رؤوف وحماده يحيى. فدي ميزتها في، يعني شايف حضرتك التنفيذ الهجومي ازاي بتاعها 4-3-3. ده التحول الهجومي بتاع الطريقه دي. طب انت بمعرفتك للعيبه دلوقتي وشفت ادائهم، ايه السلبيات الطريقه دي مع اللعيبه اللي موجودين دلوقتي؟ هي بصراحه يعني نقطه ضعف المصري السنه الجايه بامانه هيبقى حراسه المرمى. يعني احمد مسعود، والمشكله يعني البديل نوعا ما 60%، يعني مش هنضحك على بعض، يعني هو ده نقطه ضعف المصري. تاني حاجه نقطه هنغطيها بالدفاع. هل الدفاع قوي؟ الهولدنج ميدفيلد اللي هو خط وسط المدافع ده برضو بينقص المصري. يعني عمرو موسى بس اللي بيجيد الحته دي، يعني عبد الله الشحات ما بيجيدهاش. عبد الله الشحات اللي هو بوكس تو بوكس بيزيد لقدام، وعاشور الادهم بيجيد لقدام. طيب احنا عايزين نشوف، شايفين مع بعض طبعا ده تشكيل الاسماعيلي يمكن ما حدش لسه جابه، بس هي في يعني غلطه واحده بس في التشكيل، ان هو عمر الوحش مكان عبد الحميد شبانه. تمام. ده اتغير. الاسماعيلي بيلعب بطريقه 4-1-3-2. باك يمين محمود حمد، 2 مساكين. طبعا عصام الحضري حارس مرمى. باك يمين محمود حمد، باك شمال احمد سمير فرج، 2 مساكين محمود متولي وشوقي السعيد. وهنا نقطه ضعف كبيره، شوقي السعيد جاي من المنتخب متاثر نفسيا طبعا. تاني حاجه محمود متولي ده لاعب خط نص. تمام. هو جايبه وبيلعبه مساك ليه؟ عشان طبعا نقطه الانسجام. محمود حمد برضو على فكره عندهم كريم الضو في الاسماعيلي جامد جدا، بس هو برضو عشان بيلعب على نقطه الانسجام زي ما بقول لحضرتك. في يعني بعد كده هو مضحي دلوقتي بالقدرات او باللياقه. بيقول لك يعني العب بالانسجام، اللعيبه في الانسجام في الاول احسن ما تجيب لعيب جديد لسه تحطه. هو دي طريقه ليه؟ لان هم ما عملوش فتره اعداد. دي نقطه ضعف الاسماعيلي كمان، ان هم ما عملوش فتره اعداد فبدنيا ضعاف. انت بتقارن فريق المصري مع كابتن طارق لاعبين 13 ماتش، بالاسماعيلي لعب ماتش او ماتشين بالكتير. بس هو يعني يمكن كابتن طارق يحيى كان بيلعب على الانسجام لان كان الفريق لسه كله باكمله جديد. تمام. في ملحوظه تانية بقى، طريقه الاسماعيلي طبعا لو احنا شفنا هنلاقي في النص محمود متولي، عمرو السوليه، حسني عبد رب، وعمر الوحش. في الطريقه دي خطره جدا، ان هي بتعتمد دفاعيا على لاعب واحد بس، محمود متولي. لو مش في حالته الاسماعيلي دفاعيا هيبقى ضعيف جدا، لانها بتعتمد على لعيب واحد بس. لكن في 3 قدام طبعا، عمرو السوليه وعمر الوحش وحسني عبد ربه. ده برضو يعني غلطه من ريكاردو كفنيه. بمعنى ايه؟ ان هو مش يعني الطريقه دي اساس نجاحها زي ما احنا شايفين في الصوره دي، لازم الجناحين يكون مهاريين وصراع. هو عنده زيكا وعنده ابراهيم حسن وعنده عبد الحميد شبانه، الثلاثه في الاحتياطي. فانا اتمنى من كابتن طارق، يعني نحن من الناس بتشجع المصري، ان هو يجي يستغل الشوط الاول نحاول نجيب جون، لان الشوط الثاني هو هيعرف ان هو غلطان. انت بتتكلم عن ان الطريقه دي في البدايه هينزل بيه الاسماعيلي مش هتبقى حلوه. يعني عمر الوحش وعبد الله السعيد وعمر السوليه 3 اسطى في الملعب. مفيش واحد اللي هو يبقى في استغلال في البدايه للطريقه. احنا نحاول نخطف جون بدري وبعد كده الشوط الثاني، لان الشوط الثاني هو هيعرف ان هو غلطان وهينزل زيكا او ابراهيم حسن او عبد الحميد شبانه. عندهم طبعا برضو نقطه قوه 2 فراوده على مستوى عالي، جون انطوي هداف الدوري السنه اللي فاتت، وكلاتشي ده جاي تقريبا من الدوري، هو دلوقتي في تايلاند، كان في الدوري السوداني. كان محترف في الدوري السوداني وكان هداف على مستوى عالي جدا، بس الاصابات وكده وجاء في الاسماعيلي. يعني دول اخطر طبعا، اخطر مفاتيح الاسماعيلي ايه؟ حسني عبد ربه في الركلات الثابته. الاثنين المهاجمين لازم يكون عليهم رقابه صارمه، يعني رقابه قويه جدا. مين في رايك يبقى رقيب عليهم او مساك عليهم؟ طبعا اسلام صلاح ومحمد جبر او ويلسون. بالنسبه لحسني عبد ربه احنا عندنا عاشور الادهم وعبد الله الشحات وعلاء شعبان
وممكن عمرو موسى. انت كده عملت ستاره دفاعيه. لو كابتن طارق في التمرين الاخيره زي ما قلت لحضرتك هو لاعب عمرو موسى، فممكن عمرو موسى ينزل كستاره دفاعيه، يبقى عمرو موسى، عاشور الادهم، عبد الله الشحات. انت كده عملت ستاره دفاعيه ايه قدام الاسماعيلي. دي هتفرق. طبعا دي على الشاشه صفقات الاسماعيلي، ده مفاجاه ان الاسماعيلي عامل صفقاته كلها بمليون و300 الف بس. عكس الزمالك اللي جايب صفقات حوالي فوق ال 20 مليون، الاهلي برضه فوق ال 10 مليون. هو يمكن انت مش حاسب الانتقال الحر اللي هو مش معلن عنه. ده طبعا صفقات الاسماعيلي كلها ايه علشان ما فيش موارد ماليه. يعني مشكله الاسماعيلي دايما في الموارد الماليه. يعني الاسماعيلي هيعاني السنه دي بسبب يعني هو جايب صفقات، الناس هناك في لجنه التعاقدات بصراحه بتشتغل، ويعني الناس كلها هناك محترمه جدا وبتشتغل، بس المشكله في الامكانيات، ما عندهمش الامكانيات. يعني بتجيب لعيبه وبتجيب، يعني لو جينا بصينا كلهم ايه، كلهم لعيبه يعني اسمائهم مش معروفه، يمكن ما فيش غير الحضري، كريم الضو ده جاي من الجونه، كلاتشي، محمد الجيلاني ده مدافع جاي من العهد اللبناني، محمد الشامي ده مهاجم جاي من الاهلي، محمد مجدي ده على ما اعتقد جاي من كفر الشيخ، مصطفى السيد ده حارس الزمالك، احمد عليوه جاي من الشرقيه مدافع، احمد سمير فرج باك شمال كان في الزمالك، احمد ابو زياده ده مهاجم جاي من كفر الشيخ وبيقولوا عليه خطير جدا. ده برضو ممكن يكون له دور الشوط الثاني. احمد ناصر ده مدافع جاي من الزمالك، وفي اللاعب البرازيلي اللي هو الكسندر ده مش هيلعب، ما خدوش في القائمه ولسه مش جاهز. في بهاء مجدي ده باك شمال، وفي عبد الحميد شبانه اعتقد ان هو هيكون له دور الشوط الثاني، وفي عبد الرحمن حسان ده باك يمين المنتخب الاولمبي وهو غايب اصلا عن بكره عشان الايقاف. هو عبد الرحمن حسان واحمد العش. تمام. احنا عايزين نشوف برضو، يعني نختم معاك بجدول المصري، وعايزين نشوف هل طبعا الاسماعيلي في البدايه هو ماتش صعب، لكن بعد كده الماتشات اللي بعد كده، الماتشات البدايه زي ما بنقول المكسب بيجيب مكسب. وطبعا انت في الاول لسه اللياقه البدنيه مش كامله، فاحنا يعني لو تعادلنا مع الاسماعيلي هتبقى نتيجه كويسه بصراحه. وممكن نكسب، مش هقول ان احنا ممكن نكسب. يعني الفرقه المصري دلوقتي بدنيا اعلى، انت ممكن تكسب وممكن تتعادل. طبعا بعد كده في الاسيوطي وفي دمنهور كل 4 ايام ماتش. يعني في الاسيوطي، بعد كده دمنهور، بعد كده المقاولين العرب، بعد كده راحه عشان المنتخب هناخد راحه 19 يوم من 30/9 ل 19. طبعا هو كابتن طارق لما اتكلمت معاه كان تعليقه، يعني هو كان تعليقه بيقول لي يعني احنا مش معنى نلعب اول ماتش الساعه 7 والباقي الساعه 4، يعني طب ما تلعبنا على اضواء كاشفه وتريحني. تمام. فدي نقطه مهمه برضو، يا ريت يعني الناس تشوفها. حتى درجه الحراره لسه مرتفعه لغايه يعني دلوقتي. تبقى بالليل كل ما يبقى فيها اضواء كاشفه كل ما يكون احسن. انت بتريح اللعيبه وبتريح يعني اللعيبه، واضواء كاشفه احسن من الشمس يعني في الحر وكده. بس وخاصه ان اللياقه البدنيه لسه في بدايه الموسم مش كامله. تمام. يمكن دي يعني يمكن طبعا احنا بنتمنى ان احنا نتفرج على ماتش فيه جمل تكتيكيه عاليه، نشوف مع بعض يعني ماتش ممتع فعلا. انت متوقع ان الماتش يبقى فيه حذر الى حد ما لانه لسه بدايه ماتشات لكل الفريقين، ولا الموضوع هيبقى فيه شويه مغامره؟ لا انا متوقع ان الفرقتين هيكونوا، بالذات كابتن طارق هيكون خايف طبعا من الاسماعيلي، هيلعب بحذر. انا بقول لحضرتك شفت كمان عمرو موسى ان هو ممكن يلعب كثالث، فهو هيلعب بحذر. غير كده برضو الاسماعيلي لو حضرتك شفت التشكيل برضو في حذر. يعني الفرقتين خاصه انت لسه في بدايه موسم، الفرقتين بيبقوا خايفين من بعض. المصري برضو مسمع وعامل صفقات، وهيبقى في يعني الكفه كده. يعني اعتقد الماتش ممكن يخلص 1-0 بالكتير لاي فريق من الاثنين باذن الله. نتمنى التوفيق ان شاء الله. بس انا ليا طلب صغير عند جمهور بورسعيد، يا ريت الصبر على كابتن طارق. كابتن طارق بيعمل حاجات في التدريبات اقسم بالله مدرب. يعني انا حضرت تدريبات لجميع المدربين اللي جم المصري، الراجل ده بيحفظ اللعيبه جمل. يعني بكره تشوفوا رميه التماس بيقول لك محمود شاكر العب الكره مثلا ازاي، بيحفظ اللعيبه جمل. في السكند سترايكر حماده يحيى واحمد رؤوف بيحفظ اللعيبه جمل. الراجل ده برده يعني مدرب رائع، ويا ريت الصبر عليه سواء خسر من الاسماعيلي بكره. اعتقد ان هم حزبه، لان يعني انا شايف كتير من ردود الفعل على الفيسبوك يمكن من جمهور النادي المصري. هو اولا هو حابب اللعب قدام الاسماعيلي وشايف ان هو نادي شقيق ومن ابناء مدن القناه. طبعا هنتمنى التوفيق لكلا الفريقين، لكن دلوقتي هنطلع مع بعض لفاصل نتفرج مع بعض على تقرير في اخر تمرينه للنادي المصري، نشوف مع بعض كلام كابتن طارق يحيى وبعض اللعيبه. وبعد الفاصل طبعا هنلتقي بضيوفنا الاعزاء كابتن فؤاد عليوه وكابتن عاطف